مدرس بيمارس العنف والبلطجة على الطلاب بتوعه لدرجة انه رماهم في حمام السباحة وضربهم بكرات الطلاء، بس النتيجة كانت صدمة للكل. ازاي مجرم لسه خارج من السجن بقى هو الامل الوحيد للمدرسة دي؟ ده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة. الفيلم بتاعنا بيبدأ مع مولر لما بيتم إطلاق سراحه من السجن بعد 13 شهر، وبيزور شهادة الثانوية في السجن وبيتم الإفراج عنه. وأول ما بيطلع بيقابل صاحبته تشارلي واللي بيسألها عن مكان الفلوس اللي سرقها وطلب منها تخبيها، وبتكون محددة مكان دفنها بعلامة على الGPS، وبيلاقي العلامة في ساحة مدرسة جوتا، وهو بيفضل ماشي على الGPS لحد ما بيلاقي إن مكان دفن الفلوس اتبنى عليه صالة ألعاب تبع المدرسة. وبيروح مع تشارلي شغلها وبيقول لها إنه هيقدم في وظيفة عامل صيانة في المدرسة، وهيشتغل فيها عشان يقدر إنه يحفر ويخرج فلوسه من غير ما حد يشك فيه. وبيجي تاني يوم وبيروح المدرسة وبيدخل بعربيته في صف العجل اللي واقف كله، وهو بيوقعه وبيدخل المدرسة وبيقابل مدرسة وبيسأل عن مكان المديرة، وبتسأله لو كان جاي عشان يقدم على الوظيفة الجديدة، وبتدله على مكان مكتب المديرة. وبيقعد بين الناس اللي عايزة تقدم في الوظيفة، وبيلاقي مدرسة داخلة على المديرة وهي متعصبة وفي وشها حبر وبتشتكي من صف العجل. وبيقوم مولر يشغل انذار الارهاب وبيفضل المدرسه من حواليه، وبيخلي كل اللي جايين يقدموا في الوظيفه يهربوا. وبتطلع المديره جوردن علشان تفهم اللي حصل، وبيقول لها مولر ان الطالب هو اللي شغل الانذار بدون سبب، فبتبعت له استدعاء ولي امر، وبيهدد مولر الطالب انه لو اتكلم معاه تاني بطريقه مش مناسبه هيضربه لدرجه انه ما يقدرش يجي المدرسه. وبتقابل المديره مولر بما انه الوحيد اللي متقدم للوظيفه بعد ما الباقي هربوا، وبتقول له جوردن ان وظيفه مدرس بديل مش كتير بيتقدم لها، ولكن بعد ما المدرس الاساسي جاله سكته قلبيه وفضل على انهاء السنه شهرين، فكان لازم تدور على مدرس بديل لإنهاء التدريس. وبتقول له انه اتعين ويبقى يستلم شهادته ما يستلم المنهج بتاعه بعدين. وبيخرج من مكتب المديره وبيبدا يشوف الطلبه، وبيلاقي طالب بيرخم عليه وبيمنعه انه يخرج من الباب وبيخبط برجله. وبيكمل طريقه وبيلاقي لازم مدرسه زميلته وبتطلب من تلميذه انه يطفي السيجاره اللي بيشربها وبيرفض، وبياخده مولر وبيطفيها في ايده، وبيطلب من ليزي تقول له الخطه التدريسيه وتعرفه منهجه، وبيتفقوا انهم هيتقابلوا بالليل عندها، وبيروح لها بيتها وبيحط لها منهم في المشروب بتاعها. وبيحاولوا انه ياخد نسخه من الشهاده بتاعتها لكن الطبعه بتعلق، وبياخد شهادتها على فلاشه وبيسيبها وبيمشي. وبيبدا مولر اول يوم ليه في التدريس وبيطلع غرفه التدريس وبيلاقي ميس لاينباخ قدامه عايزه تنتحر، وبتطلب منه انه ما يمنعهاش من الانتحار، وما بيتحركش من مكانه وبيفضل يتفرج عليها لحد ما بتنط من الشباك، وبيروح يبص لها من الشباك وبيقول لها ده الدور الاول ومحدش بيموت منه. وبتحاول ليزي انها تفوق المدرسه اللي حاولت تنتحر، وبتطلب لاينباخ منها تخنقها وتموت احسن من التدريس في المدرسه دي. وبيفضل مولر يتفرج عليهم من فوق وبيكمل اكل، وبتفضل ليزي تحاول انها تخلي الطلبه يمشوا من حواليها وما بيسمعوش كلامها لحد ما مولر بيشتمهم كلهم وبيقول لهم انهم لو ما مشوش هينزل يضربهم. وبتوصل جوردن المديره وبتلاقي الاسعاف شايلين لاينباخ ورايحين المستشفى، وبتقول لها انها واضح انها فشلت في الانتحار زي كل مره، وانها هتبقى تزورها بعدين في المستشفى. وبتعمل اجتماع للمدرسين وبتقول لهم ان بما ان ميس لاينباخ حاولت تنتحر فما فيش حد هيدرس للصف العاشر، وبتسال لو كان حد يتطوع ويدرس لهم، وانه اصعب صف في المدرسه وكل اللي فيه فشله وعادوا السنه اكتر من مره. وبتاخد ميس ليزي مسؤوليه تعليمهم، وبيبان ان كل الطلبه بتخاف من مولر وما بتهتمش بليزي. وبتوصل ليزي الصف العاشر وبيرفض الطلبه انهم يسمعوها وينتبهوا ليها، وبتمسك القلم عشان تكتب على السبوره وبتلاقيه لازق في ايديها، وبتروح عشان تغسل ايديها وبتنفجر الحنفيه في وشها، فبتقفل محبس الميه وبتنشف وشها في الفوطه اللي بيكون حاطين فيها حبر، وبتقرر انها تهرب من الفصل قبل ما يحصل لها حاجه. وبتروح اوضه المدرسين وبتطلب من اي حد انه يساعدها في التدريس للصف العاشر، وبتلاقي المديره قدامها وبتقول لها انها لو مش قادره تدرس للصف او تخرج من المدرسه يبقى تستقيل احسن، لان مفيش وقت للانتحار او العياط في مدرستها. وبيخلص اليوم الدراسي وبتفضل ليزي تعيط في اوضتها مع صاحبتها ماير، وبتكون مار بتحاول انها تطبع شغل من على جهاز ليزي وبتصلح الطبعه بتاعتها، وبينطق الكمبيوتر طبعه شهاده ليزي لوحده، وبتقدر انها تعرف ميعاد طباعه الشهاده دي وانه نفس وقت ما كان مولر معاه في الاوضه. وبتروح ليزي المدرسه وتدور في ورق مولر عشان تفهم سبب طباعته لشهادته، وبيكون مولر في نفس الوقت في المدرسه بيحاول انه يدور على مكان الفلوس بتاعته، وبيعرف ان في حد دخل المدرسه وبيلاقي ليزي مستخبيه في المسرح، وبتقوله انها هتفضحه عند المديره وتقوله انه محتال ونصاب وانه مزور شهادته، وبيقول لها انه ممكن يدفع لها اللي هي عايزاه او يعمل لها اللي تحبه عشان ما تفضحوش، وبتقوله انه عندها حاجه واحده لو عملها مش هتفضحه. وبيجي تاني يوم وبيطلب مولر من جوردن انه يبدل فصله مع ليزي وانه يبقى مسؤول عن الصف العاشر، وبيروح يدرس اول حصه ليهم، وبيدخل الصف العاشر وبيسال عن دفتر الحضور وبيقولوا له انه موجود في خزنه الفصل، واول ما بيفتح الخزنه بيقع عليه ماده شبه الغراء، وبيروح يقعد على الكرسي بيلاقيه لازق فيه، فبيسيبهم ويروح عربيته فبينفجر في وشه ريش كتير. وبتنادي المديره من الميكروفون وبتقوله ان اليوم الدراسه ما انتهاش عشان يقدر يمشي من المدرسه،
وبيروح لها مكتبها وبيقول لها انه هيغير بس هدومه في البيت، فهتحس له وبتلاقي بنطلونه مقطوع مكان الكرسي اللي رزق فيه، فبتسمح له انه يمشي. وبيجي مولر كل يوم بالليل بيكمل حفر لحد ما بيطلع النهار وبيبدا يوم التدريس بتاعه، وبيخبي البندقيه اللي معاه عشان يدخل بيها المدرسه، وبيدخل الصف بتاعه وبيلاقي اغلبيتهم مش موجودين، وبيلاقيهم واقفين في ساحه المدرسه ورافضين يطلعوا الحصه بتاعته. فبيطلع البندقيه من شنطته وبينادي يقول لهم ان الحصه بدات، لكن محدش بيهتم بيه، فبيوجه البندقيه عليهم وهو بيضرب كور الوان فيهم، وبيدي اتنين كمان كانوا بيحاولوا يهربوا منه، وبيأمرهم انهم يطلعوا الفصل حالا ويقول لهم انه مش مهتم يعلمهم حاجه، وكل اللي محتاجه هو الهدوء وما يسمعش صوت حد منهم لحد نهايه الحصه. وبيكمل باقي الليل في الحفره عشان يوصل لفلوسه، وبيطرد مولر من المكان اللي كان بيبات فيه، وبيقرر انه يدور على سكن جديد، وبيقرر يروح ينام في مخزن ليزا وصاحبتها، وبتحس ليزا بحركه في مخزنها، وبتروح تضرب اللي بتلاقيه قدامها وبتلاقيه مولر، وبتعزمه على الغدا وبتقوله انه مسموح له انه يبات يوم واحد بس عندها وبكره يدور على مكان تاني. وتاني يوم بيترجى ليزا انها تسمح له انه يعيش معاها بس اسبوعين وبعدها يمشي، لكنها بترفض. لكنها بتلاقي بنتين من الصف العاشر جايين يتكلموا باحترام وخوف مع مولر، وبيجي ليزي فكره انها تسمح له يعيش معاهم اسبوعين في مقابل انه يعلم الصف العاشر ويحسن مستواهم. وبيعيش في المخزن وبتديله ملفات الطلبه علشان يقراها، وبتقول له ماير لو عايز يسيطر على الفصل كله لازم يتحكم في شانتال ودانيال لانهم القاده بتوع الفصل. وبيبدا مولر انه يتعامل مع طلبه فصله بطريقه مختلفه، وبيكون مشارك في تدريب السباحه ليهم، واللي بيرفض ينزل بيرميه في الميه، وبيلاقي اتنين بيتخانقوا سوا منهم دانيال، وبيحاول انه يفرق بينهم لحد ما دانيال بيضربه بالغلط، فبيتعصب مولر وبيرميه في الميه، وبيفضل يغرق فيه لحد ما بيعتذر له غصب عنه. وبتعزمه ليزا على الغدا وبتقول له انه لازم يتعامل مع الطلبه بطريقه احسن من كده، وانه يحاول يصاحبهم عشان يقدر انه يقيمهم ويحسنهم. وبيبدا يسمع الشرايط تعليميه اثناء ما بيحفر لحد ما بيوصل لعلب مدفونه، لكنه بيسمع في الشريط ان التمارين والانشطه بتساعد في تحسين سلوكيات الطلبه. وبيروح للفصل العاشر تاني يوم وبيقول لدانيال وشانتال انهم يمثلوا اي مسرحيه قدامهم، لكنهم بيتصرفوا ببدائيه وبيضربوا بعض، وبتفشل الانشطه لان كل الطلبه بيقولوا له ان هم عايزين يبقوا اغنياء حتى لو من خلال السرقه او تجاره المخدرات. وبيحس مولر ان مفيش فايده في الطلبه اللي معاه، وبيرجع لمكان الحفر وبيخرج العلبه اللي لاقيها، وبيكون فيها جوابات لطلبه من زمان، ومنهم جواب ليزي وهي في الصف الثامن وكاتبه انها نفسها تبقى مدرسه عشان يبقى ليها اطفال تهتم بيهم. وبيتمشى مولر في المدرسه لحد ما بيشوف جوائز كتيره قدامه، وبيسال نفسه هو ليه ما كسبش اي جايزه او كاس في حياته كلها، وان الشوارع سرقت عمره وما عملش اي حاجه ليها لازمه. وبيطلع فصله وبينام، وبيصحى تاني يوم بعد ما الطلبه بتوعه بيحطوا له مكياج وبيبوظوا ايديه ووشه، وبتحاول ليزي انها تساعده، وبيرجع البيت يلاقي مايكا اخت ليزي بتحاول الانتحار لانها معجبه بدانيال ومش قادره تقول له، وبيقول لها انه هيساعدها، وبياخدها لصاحبته تشارلي عشان تغير ستايلها، وبيرجعها لحفله المدرسه بتاعتها، وبينبهر بيها دانيال اول ما بيشوفها هو وكل اللي واقفين. وبتنادي المديره مستر مولر تاني يوم بسبب درجات الصف بتاعه اللي كلهم درجاتهم قليله جدا، واغلبهم جايبين 6 من 140 ومنهم شانتال. وبيقرر ياخدهم لرحله مدرسيه، واول مكان بيروحوه هو القريب مولر المدمن، وبيوريهم المدمن بيبقى شكله ازاي وحياته بتبقى عامله ازاي. وبعدها بياخدهم لاهل صاحبته تشارلي عشان يشوفوا اللي عاطلين عن العمل بيبقوا عاملين ازاي. وبتخلص رحلتهم وبيقول مولر لشانتال ان درجاتها اعلى درجات في الفصل وانها تعدي السنه دي ناجحه، وبيحاول يشجعها باي شكل عشان تهتم بدراستها. وبيبدا الصف العاشر اسلوبهم يتغير بعد الرحله اللي عملوها، لدرجة إن دانيال بينضم لصف المسرح وبيمثل في مسرحية روميو وجولييت وبياخد دور روميو، ولكن مولر بيعترض إنه ما ينفعش يعملوا عمل قديم وإنهم بالطريقة دي مش هيكسبوا أي جوائز في مسابقة المسرح. وبيعترض المخرج على كلام مولر، وبيقرر إنه يسيب المسرحية والإخراج لمولر، وبيبدأ مولر إنه يهتم بدراسة الفصل العاشر وبزيادة مستواهم التعليمي. وبيكمل كل آخر يوم الحفر تحت أرض المدرسة، وبتيجي ماير وبتقول لباقي المدرسين إن تصويت الطلبة ظهر وإنها فازت بأفضل معلمة وأفضل وألطف معلم فاز بها مستر مولر. وبتروح ليزي معمل المدرسة علشان تعيط، وبيقول لها مولر إن هي ساعدتها تكسب ثقتهم الأول، وبياخدهم معاهم وهم بيلونوا عربيات القطر، وبعدها بيهربوا من البوليس قبل ما يتقبض عليهم. وبتروح تاني يوم المدرسة وبتلاقي إن كل الطلبة بدأوا يحبوها ويتعاملوا معاها باحترام زي ما كانت بتتمنى. وبتيجي لجنة عشان تشرف على مستوى الطلبة، وبتكون ليزي هي المسؤولة عن التدريس للصف العاشر قدام اللجنة، وبيبان تقدم مستواهم الدراسي جدا بفضل مستر مولر، وبتنبهر بها المديرة جوردن. وبتدرس للفصل قدام اللجنه، وبتاخدهم ليزي لزياره مزارع عضويه، وبتوريهم ازاي الحيوانات بياخدوا حقن هرمونات. وبيفكر دانيال هو وصاحبه انهم يدوا الحقنه لشانتال كنوع من الهزار، لكنهم بيغلطوا وبيدوها لليزي بالغلط. وبتبدا تتعامل كانها سكرانه لحد ما مولر بيجي ياخدها ويوديها لبيتها، وهو بتجيلها مايكا اختها وبتقول لها ان مكتب حمايه الاسره هيجي عشان يقيم مستوى المعيشه، ولكن ليزي بتكون في حاله ما ينفعش تقابل حد بيها، وهو بياخدها مولر وينيمها. وبيقابل اللجنه لوحده على اساس انه خطيب ليزي وانه بيساعدها في الاهتمام باختها مايكا.
لحد ما بتفوق وبتطلع تقعد معاهم وبتعدي المقابله بخير وبتشكر ليزي على اللي هو عمله ليها وبيقول لها انه قرب يسيبهم خلاص. وبيروح للمدرسه بالليل وبيكون الجي بي اس موضح له انه وصل للنقطه خلاص وبيلاقي الفلوس بتاعته بيكون فرحان جدا، لكنه بيتضايق مره واحده وبيفضل يعيط لانه عارف انه مجبر يسيب المدرسه ويسيب ليزي قبل ما يتكشف، لكنه بيقرر انه يخلص معاهم السنه ويخليهم ينجحوا في امتحاناتهم بعدها يمشي. وبيساعدهم في التحضير لمسرحيتهم وبيحاول يخلي مايكا تقرب من دانيال، وبيقدر مولر انه يتخلص من اللي عامله دور جولييت وبيدي دورها لمايكا عشان تمثل قدام دانيال اللي معجبه بيه. وبيتم عرض اكتر من مسرحيه في مسابقه المسرح لحد ما بيجي دور مدرسه جوتا وبيمثلوا مسرحيه لشكسبير لكن بطريقه جديده وكوميديه، وبتفوز مدرسه جوتا بالمركز الثاني لاول مره في المسرح. وبتدرب ليزي صف جمباز في صاله الالعاب وبتكتشف الفتحه الموجوده في الصاله وبتنزل منها. وبيكون مولر بيتكلم في التليفون مع صاحبته تشارلي وبتسمع ليزي كل المكالمه وبتفهم ان مولر حرامي وانه كان مسجون بسبب فلوس سرقها من البنك، وبتقوله انه شخص مخادع وانه استغلها واوهمها بحبه عشان يوصل للفلوس وبس، وبتطرده من بيتها وبيضطر يقعد مع صاحبته تشارلي. وبتروح ليزي تاني يوم المدرسه وهو يوم الامتحان النهائي للصف العاشر، وبتلاقي ان شانتال ودانيال اعترفوا ان النفق هم اللي حفروه بسبب انهم سمعوا ان في كنز تحت المدرسه وعملوا كده عشان يداروا على مستر مولر. وبتطلع ليزي الصف العاشر وبتلاقيهم كل واحد ماسك صوره بيبص لها قبل الامتحان وبيقولوا لها ان دي طريقه مولر علمها ليهم علشان يحمسوا نفسهم، وان كل صوره عباره عن حلم صاحبها، وان مولر كمان ليه صوره محطوطه في درج المكتب بتاعه. وبتفتح الصوره بتاعت مولر وبتلاقي ان الصوره دي هي صورتها وهي صغيره، وبتلاقي مايكا ومعاها تشارلي جم ليها وبيدوا لها جواب من مولر عشان تقراه، وبيقول لها فيه انه لقى الفلوس من بدري وما قدرش يسيب الطلبه ولا يسيبها، وانه هيبعت لها باقي الفلوس المتبقيه معاه عشان تامن مستقبل اختها. وبتقرر ليزي انها تروح تدور عليه وبتطلب من مديره المدرسه انها تكمل مراقبه على الصف العاشر لحد ما تروح مشوار مهم. وبتروح المدير الصف بتلاقيهم هاديين وكل واحد منتبه للامتحان وبس، وبيكون مولر هيساعد صاحبه انهم يسرقوا بنك لانه فاكر ان حياته اتدمرت. وبتقدر ليزي انها تتواصل معاه وبتقول له ان الطلبه الفوا قصه عن سبب وجود النفق وان الطلبه بقوا يحبوه زي ما هي بتحبه، وبيحاول صاحبه انه يخليه يعمل عمليه السرقه معاه لحد ما الطلبه بتشوفه وبيطلبوا منه مساعدتهم في التجهيز لحفله اخر السنه وانهم مستنيين يكبروا عشان يدرس لهم مولر. وبينزل مولر من العربيه وبيسيب صاحبه وبيمشي مع الاطفال، وبيروح مولر لبيت ليزي وبيعمل نفسه كانه هربان من الشرطه وايده متكلبشه وبيكون معاه شنطه مقفوله. وبتفضل ليزي تعيط وتقول انها السبب وكانت لازم تسامحه، وبتطلع تخبي الشنطه بتاعته في اوضتها وبتقع على السلالم وبتفتح الشنطه وبتلاقي جواها دعوه لحفل المدرسه كاتبها مولر بايده مع فستان جديد ليها عشان تلبسه في الحفله. وبتجهز لحفله المدرسه وبتشوفهم المديره اول ما بيوصلوا المدرسه وبتستدعيهم على مكتبها وبتقول لهم ان الصف العاشر درجاتهم كلهم فوق الجيد ودي اول مره تحصل في مدرستها، وان تدريس مولر كان السبب ان المدرسه هتبقى من افضل 10 مدارس في مستوى التعليم. وبيعترف لها مولر ان هو اصلا معهوش ثانويه وانه كان نفسه يكمل في التدريس معاهم ولكن مش هيقدر يغشها اكتر من كده، ولكن المديره بتفضل متمسكه بيه وبتقول له انها هتعمله شهاده انه عدى مرحله الثانويه لحد ما الدراسه تخلص وبعدها يدرس فعلا وينجح في الثانويه بمجهوده، وان الشهاده اللي هتديها له دي مؤقته عشان يكمل شغل معاه في المدرسه. وبيقدروا يستمتعوا بالحفله وبيكون مستر مولر هو الوحيد اللي قدر على الصف العاشر وكان السبب الرئيسي في نجاحهم زي ما كان عايز. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.